اختيارنا واضح وتطوير أفقي لكرة القدم الوطنية المغربية في جميع مناحيها. وبالتالي لما نريد أن نقيم هذه الحصيلة علينا أن نقيمها في شموليتها. المنتخب المغرب في سنة واحدة قدم أكثر من 4 منتخبات لكأس العالم. كان منتخب الكبار، كان منتخب الإناث، كان منتخب أقل من 17 سنة إناث، وكان منتخب فوتسال إلى غير ذلك. احنا تطويرنا لمختلف المناحي داخل كرة القدم لم نركز ولن نركز على المنتخب الأول، لأننا نعتبر بأن التطوير عمل مستمر ودائم، والنتائج إن شاء الله وبفضل الله سبحانه وتعالى الذي يجازي أصحاب النيات الحسنة والذين يشتغلون بنتائج طيبة. ولما نضيف إلى هذه الحصيلة مشاركة المنتخبات الوطنية على مستوى الأندية، أقول لك بأنه في السنوات الأخيرة يعني تطورت الأندية المغربية إلى أن لعبنا سوبر أفريقي بين ناديين مغربيين، بين الوداد الرياضي ونهضة بركان. نعتبر أن عودة الأندية المغربية بشكل مستمر وسنوي واعتيادي إلى المنافسات الإفريقية وإلى الفوز بهذه الألقاب أمر طبيعي. ما كان يزعجنا كثيرا وهي المدد الزمانية الطويلة التي كانت تفصل سواء منتخباتنا أو الأندية المغربية للمشاركة في التظاهرات لا القارية ولا العالمية. لا ننسى بأنه قبل مونديال 2018 بروسيا الفريق المغربي الوطني لم يشارك في كأس العالم قبل 20 سنة، منذ 1998. والابتعاد عن هذه المشاركات، وقلتها لك في هذا الحوار في العديد من المناسبات، التنافسية والمنافسة هي أساس التطوير. فالابتعاد عن المشاركة في هذه المنافسات هو الذي يعني يكون عامل أساسي في محدودية النتائج. أعتقد بأن لأعود إلى المنتخب الوطني لكرة القدم بأننا يعني بعد ما حدث في كأس العالم في نهاية سنة 22 لم يكن من السهل للجميع، لا طاقم ولا لاعبين، لم يكن عليهم من السهل العودة إلى أرض الواقع بسرعة والدخول في الأجواء الحقيقية للمنافسة الأفريقية التي يتفق الجميع على أنها مختلفة تماما عن أجواء كأس العالم. كرة القدم الإفريقية لها خصوصياتها التقنية والبدنية، لها خصوصيات ظروف إقامتها، وبالتالي فالدخول ذهنيا واستعدادا لهذه المنافسات الفريق الوطني المغربي قلت لك يعني على جميع المستويات لم يكن. أعتقد بأنه العامل الأول، ولكن كلاعبين وككفاءات فنية للاعبين أعتقد بأن هناك إجماع أيضا على أن الفريق الوطني المغربي اليوم يتوفر على أحسن ومن أحسن المؤهلات للاعبين على المستوى القاري. العودة إلى هذا المناخ والدخول في أجوائه، أنا حتى طلبت من الأستاذ هاني أبو رضا أننا نستفيد من خبرته ومن تجربته في هذا المجال، لأنه كان الرئيس اللي استطاع يفوز بكؤوس أفريقية متتالية، وبالتالي عنده يعني ما يكفي من التجربة. ومازحته بحضور المدرب الوطني البارحة على أننا سنعينه يعني ضمن الطاقم التقني. أعتقد بأن هذه العودة للداخل والاستثمار الحقيقي للكفاءات الفنية للاعبين المغاربة على جميع المستويات. لا ننسى اليوم أن الفريق المغربي لأقل من 20 سنة مؤهل لكأس العالم، الفتيات أيضا، يعني كل الفئات العمرية موجودة على المستوى الدولي وتشتغل بشكل مستمر، واستطعنا أن نسير بسرعة أكبر في تطوير كرة قدم الإناث داخل المغرب. الأندية المغربية دخلت في أجواء المنافسة وفازت بالألقاب، وهي اليوم، وهذا شيء مهم، أن تتأسف الجماهير المغربي والجمهور المغربي عن عدم تأهل الوداد لدور المجموعات. هذا يعكس المكانة والرغبة والطموح الذي تحدثت عليه قبل قليل، والذي أصبح اليوم قاعدة وحدا أدنى لدى هذه الجماهير، لأننا نعتبر أن منافسة الأندية المغربية والمنتخبات المغربية على حصد الألقاب القارية مسألة طبيعية، بل يتعدى طموحنا للمنافسة على الألقاب العالمية. وأعتقد بأن ما فعله المنتخب المغربي في قطر هي يعني بغض النظر عن النتيجة والرتبة الرابعة عالميا إلى غير ذلك، فهي كسر لحاجز بسيكولوجي اعترض الأفارقة والمنتخبات العربية لوقت طويل،
وسيفتح المجال إن شاء الله في المستقبل القريب لأن يفوز فريق عربي وإفريقي بكأس العالم. أي مباراة ونتمنى إن شاء الله أن يكون ذلك في أقرب الأوقات، وسنكون أسعد أكثر لما نحتفل بهذه المناسبة فوق الأراضي المغربية إن شاء الله. اقتربت سنة 2030 البطل عربي، بطل كأس العالم عربي إن شاء الله. 2030 متأكد أنه يبقى عربي؟ لا لست متأكد، أنا قلت سأكون أسعد إن كان الحدث فوز فريق عربي فوق الأراضي المغربية. لكن احنا مؤهلين ان ده يحصل إن شاء الله. إن شاء الله. مين من وجهة نظرك مؤهل انه ياخد اللقب ده في 2030؟ أنا أقول لك بأن كل المنتخبات العربية كلهم مؤهلين؟ كل المنتخبات العربية اليوم يعني بما أظهرته المنتخبات اللي عندها تقاليد مع كأس العالم. المنتخب المغربي قلت لك ما حدث في قطر بالإضافة إلى النتيجة الرياضية كان هناك تكسير لحاجز بسيكولوجي اعترضنا لسنوات، وهذا الحاجز وأن تجعلك تذهب للمشاركة في كأس العالم من أجل تحقيق الأفضل، واعتبرنا الأفضل لسنوات ولعقود أن هو التأهل إلى دور يعني خروج من المجموعات. مظبوط. والآن على أرض الواقع نتأسف لخسارة المغرب أمام فرنسا. مظبوط. في نصف النهائي. أي مباراة في كأس العالم من ماتشات المغرب بكيت فيها؟ أنا أقول لك بصراحة بأن يعني كل المباريات أبكت جميع المغاربة منذ بدايتها. مش المغاربة بس على فكرة، الحمد لله، والعرب والأفارقة، دي حقيقة. ولكن يعني مباراة إسبانيا بخصوصية اللجوء إلى ضربات الترجيح كانت عندها خصوصيات أخرى، ويعني استئساد الحارس ياسين بونو وحرمان منتخب إسبانيا. كان الكل يجمع من إسبانيا صعدة على أن اللاعبين الإسبان بدون استثناء هم لاعبين متميزين على الساحة الدولية، حرمهم من تسجيل ضربة جزاء واحدة. مظبوط. فهذا هو واقع وحقيقة كرة القدم، وهذه الثقافة، وهذه كسر الحواجز البسيكولوجية، وهذا هو الذي يرغمنا على تطوير طموحنا وجعله أرفع من واقعنا. تعيين وليد الركراكي مديرا فنيا للمنتخب قبل كاس العالم ب3 شهور بعد وحيد خليلوزيتش، كانش فيه مخاطرة ان مدرب وطني وقبل كاس عالم ب3 شهور؟ وفي الحقيقة يعني المسؤول لما يتحمل المسؤولية يكون مجبر في مساره ان يتخذ قرارات صعبة. يعني حضرتك شايف انه قرار صعب في كل المجالات. اتخاذ القرارات الصعبة هو الذي يجسد تحمل المسؤولية، لانه بدون اتخاذ القرارات فالمسؤول يعني لا يعود لها تكليف معين. بالتالي يعني أنا أتابع تطور المنتخبات وأجواء المنتخبات الوطنية، وهذا بفضل هذا المركز والصرح اللي تحدثنا عنه. فكل المنتخبات موجودة هنا، يكفي أن نأتي لهنا في وقت معين حتى نرى كل الأجواء. متابعتي للأجواء فريق الوطني رغم تأهله إلى كأس العالم، فأعتقد بأن الأجواء لم تكن سليمة في يعني قبل كأس العالم ب3 أشهر، فكان لابد من اتخاذ قرار جريء، والخيار وقع على وليد لأننا اقتنعنا بأن وليد هو الذي تتوفر فيه كفاءة ما كان ينقص الفريق الوطني، ما كان ينقص وحيد خليلوزيتش. تمام. قربه للعيب وخلقه لأجواء إيجابية، وإخراجه لأكثر الأمور الإيجابية من اللاعبين، يعني وتمكنه من تدبير كل الأمور السيئة. أنت تعرف أن اللاعبين هم شباب، هم أناس، يعني الأهم هو استخراج الطاقة الإيجابية إلى حدود قصوى وتفادي كل الطاقات السلبية داخل المجموعة. مظبوط. إقالة وحيد خليلوزيتش كانت بسبب حكيم زياش. أنا إقالة، أو يعني حتى نقول بأن إنهاء العلاقة مع وحيد كانت بسبب مجموعة من الأجواء التي لم ترقى إلى طموحنا المشترك. تمام. أنا أقول لك بأنه كان فيه نقاش مستمر مع وحيد، وأحترم قرارات وحيد، وأحترم منطق وفلسفة وحيد، ولكن مصلحة المغرب والمغاربة فوق كل اعتبار. كأس العالم 2030 واستضافة المغرب ليها، هل الأمور منسقة الآن ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا في قيمة الماتشات الكبيرة والمنتخبات الكبيرة بين الثلاثة، ولا المغرب
هترضى باي شيء؟ لان طبعا حضرتك تعلم ان المنتخبات الكبيره ليها اهميتها وجماهيرها ومتابعتها. هل في تنسيق تم بين الثلاثه؟ شوف سيدي، أولا التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال كان بإعلان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في اجتماع كيغالي، والعودة إلى الرسالة التي بعثتها جلالته آنذاك إلى مؤتمر كيغالي مليئة بالدلائل والأفكار والخلاصات يعني الرسائل، رسائل كلها تدور حول البعد الحضاري والثقافي لضفتي البحر الأبيض المتوسط. فتنظيم المشترك لهذه الكأس يفوق بكثير حصر المناسبة في تنظيم المباريات. واتفقنا مع الإخوة الإسبان والبرتغال على أن نتحدث عن تنظيم واحد لقارتين مجتمعتين وثلاثة بلدان بدون منطق حدود جغرافية، لأن الهدف هو أن نجعل من هذه التظاهرة إحياء لذاكرة الحضارة المشتركة بين الضفتين، وهي غنية بالمناسبة. هي رسائل للعالم لنقول جميعا على أن الأفارقة والأوروبيين والعرب والأوروبيين بإمكانهم أن يشتغلوا جميعا وأن يحققوا نجاحات مشتركة وأن يتفادوا النظرة الضيقة لمعالجتهم للإشكالات والمشاكل فقط. هذه هي دلالات هذا التنظيم المشترك، هذه هي رسائله، هذه الأهداف التي نبحث عنها من خلال هذا التنظيم المشترك. بس الناحية الجماهيرية مهمة. إيه، المغرب للمغرب المغرب كممثل للقارة الأفريقية في هذا التنظيم المشترك سيحظى بالقسط الذي تستحقه هذه القارة، والتي هي بالمناسبة لم تحظى إلا بشرف تنظيم كأس عالم واحدة. وأعتقد بأن المغرب بثقافته وحضارته ومدنه وببنيته التحتية وبأبعاده التنموية الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك سيكون مؤهلا ليحظى بشرف استضافة كبريات المنتخبات والمباريات الأهم في تظاهرة مثل كأس العالم. في النهاية قبل ما أختم مع حضرتك، عايز أسأل حضرتك سؤال، هتقول لي نعم أو لا بس بدون تعليق. مرحبا. الأهلي أفضل فريق داخل القارة الإفريقية؟ نعم. المنتخب المغربي أفضل منتخب داخل القارة الإفريقية؟ نعم. وليد الركراكي أفضل مدير فني داخل القارة الإفريقية؟ نعم. نادي الزمالك هو المرشح الأول للكونفدرالية الإفريقية؟ من بين المرشحين. فوزي لقجع هو أفضل رئيس اتحاد كرة قدم على المستوى العربي والإفريقي؟ لا يا سيدي. مين أفضل؟ هناك أفضل أن أقول بأنني أنتمي إلى مجموعة من الرؤساء هي التي تقوم بعمل أفضل داخل هذه المنتظمات. بشكر حضرتك على وقتك، بارك أشكرك الله. على هذا الحوار، بارك الله فيك. وسعيد جدا بالتواجد مع حضرتك هنا في المغرب